طبعا الكيكه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين حطينا دقيق. حلوه. بصوا بقى شكلها يا جماعه عامله ازاي بقى الفراخ. حلوه. بصوا بقى شكلها يا جماعه عامله ازاي بقى الفراخ. دي بقى التتبيله، هكتب لكم بقى كل التتبيله تحت في الديسكريبشن بوكس. بصوا بقى هي بتطبق شكلها جامد. بطاطس بالفراخ. احلى بطاطس بالفراخ دي ولا ايه؟ بصوا بقى شكل البتنجان يا جماعه بعد ما اتعمل. برضه هكتب لكم التفصيله بتاعته تحت في صندوق الوصف. تحفه 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 تحفه. لا والطعم كمان رائع. بصوا بقى شكل الاكل كده. بصوا بقى عملنا الرز ده مع البطاطس بالفراخ والبتنجان. انا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي خلصت يعني. بصوا الرز يعني يا ريتني كنت عملت 2 كيلو كمان. بصوا الشكل عامل ازاي جامد بجد يعني. تسلم ايدي والله بجد، تسلم ايدي على اللي انا عاملاه ده. بصي بصراحه اختي هي اللي عامله الاكل يا جماعه، عشان هي بتبص لي بصه غريبه. اختي اللي عامله الاكل وانا اللي مصوره، واختي هي اللي بتتكلم ورايا كده، وهي اللي حاطه البتاع الخضرا دي. اختي الصغيره يا جماعه، مش اختي الكبيره، اختي الصغيره عندها 18 سنه، هي اللي طبخه الطبيخ ده. وان شاء الله كده هتعمل قناه وهحط لكم القناه بتاعتها عشان تتابعوا كل اكل هي بتعملها. الاكل بتاعها تحفه ويعني وجربوا وصفاتها مش هتندموا خالص والله بجد. بصوا شكل الاكل عامل ازاي تحفه. وكمان هي عامله صينيه كيكه رهيبه برضو، وهسيب لكم التفاصيل اهو في باقي الفيديو وهنشوفها كده مع بعض. بصوا بصراحه يعني انا عجباني صينيه الفراخ بالبطاطس، طعمها احسن يعني احسن مليون مره بصراحه من شكلها. اول حاجه كده يا جماعه بنجيب كده الصينيه. تمام. بنجيب الصينيه كده عندنا وندهنها سمنه زي ما انتم شايفين. ما بنكترش يعني في السمنه، احنا بنحط السمنه علشان الكيكه ما تلزقش تحت. وهنا بقى ايه، حطيت المكونات في الخلاط. حطيت دقيق حطيت الدقيق كله يعني. حطيت كده ايه كوبايتين دقيق، وحطيت لبن. حطيت حوالي كيلو الا ربع لبن كده زي ما انتم شايفين. بس طبعا ايه ده انا واختي يعني احنا بنعمل اختراع الكيكه يعني، مش بنعمل الكيكه. تمام. بنحط كده بقى ايه وبنقلب كده بس زي ما انتم شايفين. وحطينا طبعا ايه، بصوا الكيك شيف ده رهيب 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 تحفه. اول مره نجربه. تمام. وحطينا كده ايه كوبايه سكر صغيره، نص كوبايه، معلقه. حطينا ايه معلقه. حطينا كوبايه الا ربع سكر. يا رب امي ما تشوفنا. تمام. ايه ندى عايزه اعمل حركه كده بس حاجه غاليه. هي تقريبا ندى حطت معلقتين من الكيكه. هتعمل كيكه معلقتين. تمام. بصوا بقى ايه ده شكل الصينيه اللي لسه ما كملتش. تمام. هي طالعه مهلبيه مش مشكله يعني، مش مشكله. تمام. دي تقريبا كانت علبه السمنه ايه اللي جايبينها من كام يوم، هي خلصت. ندى بس عشان نخلصها. وبعدين يا شيف ندى هنعمل ايه كمان؟ شغل الفرن على حراره 180. هنحط طبعا الكيكه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. حطينا دقيق 3 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق. هحط لكم كل المكونات تحت في صندوق الوصف يعني. وهنشغل الفرن دلوقتي. ويعني الكيكه دي اسهل ما يكون يعني، انا ما بعرفش اعملها بس هي سهله جدا. اختي بصراحه هي اللي عاملاها مش انا، فدي اسهل ما يكون. هنحط الكيكه دلوقتي بس يا رب ما تطلع مهلبيه في الاخر. وهنقول لكم بقى ايه كل حاجه. بصوا عامله ازاي جميله جميله جميله. بصوا احسن من الشيف شربيني.
ومبقلله كده، يعني قبل ما تعمل مبقلله. رب الفيديو يعجبكم يا جماعه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وتكتبوا لي التعليق الحلو الجميل بقى بتاعكم، واكتبوا لي تحت بتتابعوني في اي بلد علشان ادخل ارحب بيكم. يا رب كده تكون الوصفه عجبتكم، وهسيب لكم كل المكونات في صندوق الوصف.